نروح حق الحالات التحكيمية في مباراة القادسية والنصر. نبدأ مع أول حالة. التدخل القوي كان من لاعب النصر على لاعب القادسية. الحكم هي لقطة ثانية تكون قريبة. أيوة. اوه هذه ركلة حرة مباشرة وطرد لاعب النصر. طرد. إجراء إداري طرد اللاعب. احتمال يسبب له كسر هذه او عاهه. يعني هذا اللي يسمونه استخدام القوة المفرطة بقصد إيذاء اللاعب. طيب نروح حق الحالة التحكيمية الثانية. طبعا هنا ما قلنا الطاقم ابو سعود. نعم. كابتن هاشم الابراهيم، مساعد اول سعود الرشيدي، مساعد ثاني عبد الهادي العنزي وعبد الله كندري، حكم رابع. هني طبعا محمد بالسلامة لاحمد الفضلي في كرة مشتركة مع منذر بعمارة. النصراوية يقولون ركلة جزاء. الحمد لله انها عدت على خير. الحمد لله. هذا الحكم شوف هاشم الابراهيم، هذا كابتن هاشم الابراهيم. شو تقول محمود؟ شنو يعني انها شنو؟ بنالتي يقولون. وين بنالتي؟ انا اشوف ان الكابتن شو اسمه لاعب النصر منذر العماره ما كان اقرب حق الكره. يعني ما فيها اي شيء. هذه خطا على منذر. اي فاول عليه، ركله حره مباشره على دخول على انذار طرد حارس المرمى. لا انذار حسن شو؟ لا مو متعمد. لو منذر حايشها، لو كان اقرب للكره ركله جزاء. مبارك شو تقول؟ لا مو بنالتي. بدر؟ لا طبعا. طيب نروح حق الحالة الثالثة. يعني مع الحكم بالقرار هذا. شوف هني كابتن محمود، الحكم المساعد لا الثاني اللي هو الكابتن عبد الهادي العنزي رفع الراية بأن خطأ على حل دمان للنصر. الحكم الرئيسي قال لا، خطأ للقادسية على النصر، ويا منها الهدف الأول للقادسية. هو أقرب واحد اللي يحكم على هالحالة هذا المساعد الثاني كابتن عبد الهادي العنزي، وقراره صحيح انه رفع. شوف رفع رايه على، ولكن اشارته كانت خاطئه. شلون؟ اشاره الحكم كانت خاطئه. يعني يعدلها، ما يصير يعدلها يقدر يعدلها. ما عدلها، هو مصر على مع ضغط اللاعب. قال لاعب النصر قال الحدث ضغط على اللاعب، هو كقرار فيه وجود مخالفه حق لصالح القادسيه، ولكن اشاره الحكم مساعد ثاني عبد الهادي العنزي كانت خطا حسب لصالح النصر. شلون حكمت انها خطا؟ اشارته خاطئه. يفاول حق القادسيه. هو مصر يا لا مو مصر على، بغض النظر حتى لو يأشر ما يدري انه وين قاعد يأشر هو. يمكن حسبها تحايل. لا مو تحايل، ولكن صاحب القرار انت كلمته الاول. انا ما كلمته، لا صاحب القرار الاول والاخير حكم الساحه. هي بس الاقرب حق الحكم مساعد كابتن محمود. هو حسبها في وجود مخالفه ولا ما في؟ الحكم يا حط فاول حق النصر. انا موجود بالملعب، انا استغربت بس ما ادري شنو التفسير مالها. تصير الحين ما يصير اختلاف. اللي لما تصير تتش الحين لما تطلع رميه تماس ما يصير اختلاف بين الحكم والمساعد. هذا يأشر هذا كذي. مرات يقول الحكم ساحه بس انا اللي اعرف ان الحكم المساعد يقول ركله ركنيه. الحكم اذا عطى اشاره غلط يغيرها. ابو سعيد، احنا ليش نقول ان الحكام ما عندهم خبره؟ في مباراه خيطان والجهره الشهيره كاس ولي العهد دور الثمانيه، الحكم فهد السهيل المفروض يوقف المباراه من قبل لا تصير الاحداث هذه. نعم. لاعتراض الجهاز الاداري الخيطان اكثر من مره، وبغوا يدشون الملعب، شاف نعم. انه ما في امن، مفروض هني يوقف المباراه. طيب لو عنده خبره وقف المباراه ما كمل. كثير من الحكام. شنو تعليقك على اللقطه؟ والله غريبه صراحه. يعني اذا الحكم المساعد حسبها حق النصر وحكم الساحه حسبها حق القادسيه، انا مع اخوي محمود ان بالنهايه القرار النهائي حكم الساحه، لكن في نفس الجزئيه يقول لك الحكم اقرب، يمكن اعتبارها تحايل، على الاقل ارجع للحكم لانه هو الحكم بعيد حكم الساحه. صح. يعني اعتقد في اختلاف، عدم خبره كذا، ما في اتصال، ما كان مركز، يمكن ما كان في اتصال. شو تقول؟ هذا شيء ما حد يقدر يفسرها الا هم. يعني انت والله ما حد شوف افسر. انا بالملعب انا شفت اشر من لا ما يصير يرفعونه. ما تصير يعني انه ياشر بالغلط. ما تصير ناشر بالغلط. صح، بس الحكم ما راح له قال له مثلا نزل. حتى حكم الساحه انت تدري حكم الساحه عاده لما ياشر غلط يقول له نزله. اي لو سمحت مثلا نزل. بس اذا استعجل مثلا بس هو ما قال له خلاه مأشر. حتى حكم الساحه ترى تحصل مرات. انا فاول مصالح مثلا خلينا نقول فريق القادسيه، اشر حق النصر مصالح النصر بس تعدلها، اعدل على طول. بس هذه سببت مشكله، سببت شحن. تصير يعني هذا مو متعمد. هو سبب مشكله لانه ما عدلها حسب القرار الفني صحيح مخالفه، ولكن اشارته كانت خطا. خلينا نروح حق القرار الاخر ايضا في هالمباراه. اعتقد ركله الجزاء لا بعد الهدف، خلها ماشي عادي. بعد الهدف اعتقد في ركله جزاء حق منو؟ حق القادسيه. النصراويه يقولون ما فيها شيء. لا عفوا، هذا هدف ملغي بداية التسلل واضح هذا وصريح.
تسلل واضح. اي نعم. اوكي قرار سليم. نروح حق ركله الجزاء يا اخوان بشكل سريع لان عندنا مباراتين ايضا. هذه مره اخرى لقطه التسلل. انت تقول هذا التسلل واضح. قبل الشوطه كانوا تسلل. طيب على خلها ماشيه مخرجنا ما عليك امر. هذه ركله الجزاء ما في شيء. لا اللقطه الثانيه بدر ثبت عليها ريل على الكره والريل الثانيه على مهاجم القادسيه. خلينا نشوفها. شوفها الحين. شوف لاعب مدافع النصر الريل الاولى على الكره والثانيه على ركبه في اعاقه. لا رفع ريله المدافع الريل الاولى على الكره ولكن اللعبه مستمره بالريله نفس رفع ريله صح. شوف على الكره والثانيه بس الثانيه شوف شلون رفعها. شوفها اعاقه اللاعب يعني ركله جزاء صحيحه. طاح قبل لا يحوش. انا ما اشوف انها لقطه طرد حارس القادسيه اخر لقطه في المباراه بنشوفها مع بعض. اي من البدايه عشان نوير هذا خرب الحراس والله. منو؟ جولتش المانيا. ايه نوير والله خربهم كلهم يطلعون برا. خلينا نشوف اللقطه مره اخرى. هذه اللقطه ايضا منذر بالعماره. شوف الرايح. كابتن. اي بس شوف هو قام وشاته اذا تلاحظ بشكل سريع محمود. لا هي عشان اعطيك انت تقول اول شيء في لاعب مغطي كان مسعود. وبعدين الكره مو باتجاه المرمى، الكره راحت جانبيه، انت عندك المسافه بين مكان المخالفه والمرمى، امكانيه الاحتفاظ او السيطره على الكره يعني تكون بحوزتها. اتجاه اللاعب مكان وعدد المدافعين. برايي انا ركله حره مباشره وانذار وليس طرد. اوكي حسن اذا تعيد اللقطه تشوف انه انه منذر طاح وقام وشاته. يعني انت يعني يمكن تدش جول. اشوف انه طرد صحيح. طرد صحيح. طرد صحيح اخر لاعب بدر. لا طبعا انا مع الحكم مو طرد. طيب